بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكيك بجوز الهند، وإزاي تكون الكيكة معاكي ناجحة ومظبوطة وهشة. تابعينا لآخر الفيديو علشان تعرفي إزاي عملنا الكيكة الجميلة دي. يلا نشوف المكونات اللي عملنا بيها الكيكة. معايا كوباية من السكر، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، 3 بيضات، ربع كوباية من جوز الهند أو معلقتين كبار من جوز الهند. وهنا معايا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس جدا. بضيف باكو من البيكنج باودر على الدقيق أو باكو من الكيك شيف. وبضيف الفانيليا أو كيس من الفانيليا على البيض، وهنضرب السوائل كلها مع بعض في الخلاط. هقلب الدقيق مع البيكنج باودر وذرة من الملح كويس جدا علشان الكيكة تكون معاكي هشة وجميلة. لازم الدقيق يكون منخول قبل ما تعملي الكيكة على طول. بنضرب السوائل كلها مع بعض في الخلاط. بضرب البيض مع كوباية السكر واللبن والزيت ونص جوز الهند، وهنخلي معلقة هنضيفها على الكيكة من فوق. بعد ما ضربنا المكونات السائلة كلها مع بعض في الخلاط كويس جدا، هنزل بالدقيق بالتدريج وبقلب لحد ما احصل على القوام المطلوب. هنا الدقيق اللي معايا كوبايتين من الدقيق، وممكن لو احتاجنا دقيق كمان بضيف معلقتين. بقلب الخليط مع بعضه كويس جدا. هنا الخليط خفيف شوية فبضيف معلقتين من الدقيق، وبقلب. شايفين هو القوام ده اللي محتاجاه من الكيكة. انا عايزة الخليط لا يكون سايل معايا جدا او خفيف، ولا عايزاه تقيل، علشان الخليط لو كان خفيف الكيكة هتهبط معاكي، ولو كان تقيل الكيكة هتكون ناشفة. هنا معايا القوالب انا دهنتها بالزيت وبطنتها بالدقيق. بصب الخليط وبقسمه نصين كده على القوالب اللي معايا. الكيكة من الحاجات اللي بتحتاج نار متوسطة علشان تطلع معاكي مستوية وجميلة. بضيف الجوز الهند اللي اتبقى معايا على الكيكة من فوق قبل ما ادخلهم الفرن. وبندخلهم الفرن زي ما قلتلك على الرف اللي في النص. هنا الكيكة بعد ما استوت معايا هنخرجهم من القوالب. بيطلعوا طبعا معانا بكل سهولة.
زي ما قلتلك لو عايزة الكيكة تكون ناجحة وجميلة معاكي، الخليط يكون متماسك، لا هو خفيف ولا تقيل، علشان زي ما قلتلك لو الكيكة كانت خفيفة معاكي هتهبط معاكي في الفرن، ولو كانت تقيلة هتكون ناشفة. هنقطع الكيكة مع بعض. شايفين جمال الكيكة؟ وكمان انا هنا قطعتها وهي كانت لسه سخنة. هتمشي على نفس المقادير اللي معانا، هتطلع معاكي كيكة ناجحة بإذن الله. شايفين الكيكة اللي معانا ما شاء الله مستوية من جوه وخفيفة. طبعا الكيكة بتتكلم عن نفسها. زي ما قلتلك اهم حاجة انك تنخلي الدقيق قبل ما تعملي الكيكة على طول، والقوام يكون مظبوط معاكي، لا هو خفيف ولا تقيل، وهتطلع معاكي كيكة ناجحة ومظبوطة بإذن الله. شايفين ما شاء الله الكيكة؟ الدقيق اللي معانا هنا دقيق متعدد الاستخدامات. ده القالب التاني سيبناه زي ما هو، وده اللي قطعنا منه. وده كان فيديو النهاردة ووصفة النهاردة. ما تنسوش تجربوا الكيكة بالمقادير اللي معانا وتقولوا لنا رأيكم، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناة وتتابعوا الفيديوهات الموجودة على القناة، واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.